السلام عليكم بنات، كنتمنى تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. حليوتنا اليوم ريشبون غنية على التعريف، كيبغيها كبير والصغير، ما كتخطاش الطبله المغربيه. كتجي رطبه كما كتشوفوا كتذوب في الفم. هنايا خديت 4 ديال البيضات مع 150 غرام ديال السكر. اللي بغى يدير 150، اللي بغى يدير 200. انا دات 150 باش ما تجيش حلوه بزاف. وشويه الملحه. خلط كلشي مزيان حتى كتخلط حتى كتذوب السنيده مع البيض. هاد ريشبون بلا زبده بلا والو، غير بالزيت، ولكن كتجي هشيشه وكتذوب في الفم. هنا زدت لها 250 مليلتر ديال الزيت، زدت شويه الفاني. هادي درت لها نسمه ديال الليمون، الصراحه كتجي بنينه بزاف. صافي خلطت كلشي مزيان حتى كيولي عندي كريمي، حتى كينسجموا المقادير. صافي الناس حتى كيوليو على هذا الشكل. هنايا غنبدا نزيد في الدقيق بالتدريج على حساب الخليط. كل كاين الدقيق اللي كيتجمع دغيا، كاين اللي لا. المهم انا بغيت كنزيد في الدقيق حتى تجمعات لي العجينه، والعجينه خصها تكون رطبه. هنا غنبدا نخلط في المقادير. صافي غنبقى نزيد في الدقيق بشويه بشويه حتى غنجمع الخليط. الصراحه بلا زبده ولكن كتجي بنينه بزاف. هنايا غندير الخماره، عندي 16 غرام. صافي غنجمعها مزيان. راكم عارفين الحلوه غير كتجمع ما كتعجنش. صافي هكا خصها تكون رطبه. كنحاول نجمع داك الدقيق. ها نتوما خصها تكون بحال هكا. من هنا دابا غنديرها كويرات صغار. انا حاولت نصغرهم حيت في الفران كيتنفخوا، كيزاد الحجم ديالهم. عباس بهاد المعلقه باش يجيوني كلهم عبار واحد. صافي حاولت نديرهم على هاد الشكل. هنايا درت الفران يسخن على 160 درجه. انا اغلبيه الحلوى كنديرها على 160 درجه باش تجي مذهبه، ما
تجيش طايبه بزاف. صافي هنا على كملتهم. غندخلها الفران حتى طيب. هنايا غنوجد الكونفيتور والكوك. المهم هنايا الكوك زدتلو الماء الزهر، وغندي نسخنو على البوطه واحد 5 دقائق. ومن الاحسن تصفر. المهم هنايا ما كنلقاوش هذاك الكونفيتور بحال اللي عندنا في المغرب. هنايا انا ما صفيتوش هذوك القطعات ديال المشماش شويه كيبرصدو. هاهي الحليوه ديالنا وجدات. شوفوا البنات شحال كتجي رطبه. المهم هنايا غناخد هكا كل كويره نلاصقها مع الاخرى، يعني الطريقه الكلاسيكيه ديال ريشبون. صافي وغنبدا نحط فيهم في الكونفيتور على هذا الشكل. صافي غنبقى غاده معاهم هكا بشويه بشويه. غندوزهم في الكونفيتور نحطهم في الكوك. بصراحه كاينين بزاف اشكال وانواع ديال الحلويات اللي كيخرجوا بريستيج موضه، ولكن هذه الموضه ديالها ما كتموتش. صافي على هذا الشكل غندوزهم في الكوك، وغنبقى غاده مع الحلوه ديالي كامله بحال هكا حتى نكملها. نتوما شوفوا كي كتجي. كنحاول ندوزها مزيان في الكوك. صافي هنا من بعد ما دوزت الحلوه كامله، هذه اخر قطعه. الصراحه كتجي في المذاق وكتحمقوا في طوبيه، كتجي زوينه بزاف الصراحه، ومحتاجه لا زبده لا والو.
كنتمنى الوصفة تكون نالت إعجابكم.